لا 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 لا، ده ايه ده ايه الهنا والجمال اللي احنا فيه ده ايه حلاوة الروح والعسل والتيكي تاكا. تيكي تاكا في مصر، تيكي تاكا في المنتخب أنا ما شفتهاش من ايام حسن شحاتة. تيكي تاكا واربع تجوان وسكور وجون بتضيع وشوط من بعيد، ويعني رفعه من هنا وتغيير ملعب وكل الكلام ده. ما شاء الله والله، يعني ماتش ودي بس يعني ايه الحلاوه الطعامه دي. مصر بتكسب السعوديه 4-0 في السعوديه في جده في ملعب اسمه الانماء. مش عارف يعني تقريبا ملعب جديد تقريبا او غيروا اسمه، اصل اول مره اسمع. أنت فاهم؟ ملعب الانماء في وسط 25,000 او 27,000 متفرج للمنتخب المصري، تمام، قصاد عدد قليل جدا من المنتخب السعودي. اضحك عليك لو قلت لك ان ده الطبيعي، تمام، وهتلاقي مثلا ايه، بص يعني لو انت سعودي هتقول هو ده الطبيعي. بصراحه احنا مستغربين، فاهم؟ بس اداء كويس، وحسام حسن عمل ماتش عالمي على هيرفي رينار. عمل ماتش مش طبيعي، تمام، واللعيبه فعلا كانت كويسه جدا. ولو انت بقى اخويا الزملكاوي وبتقول ايه، طب ما انت اللعيبه كويسه اهو، امال انت متضايق ليه؟ امال في ايه؟ والله العظيم، والله وحياتك عندي يا اخويا زملكاوي، الكلام ده مش موجود عندنا. زيزو ما بيعرفش يعدي ولا بيرفع ولا بيباصي، امام عاشور ما بيلعبش اصلا ولا بيجري، تريزيجيه ما بيزيدش في الهجوم ولا اي حاجه، مروان عطيه ما بيوزعش قدام، ياسر ابراهيم ما بيدافعش، محمد هاني ما بيرفعش، محمد هاني ما بيدافعش. كل الكلام ده ما بيحصلش عندي في الاهلي، فاهم؟ ما بيحصلش. فاهم؟ فاللي انت شفته في المنتخب ده ما بيحصلش معانا، فاحنا متفاجئين زيك بالظبط، عادي جدا. بس تعالى كده نبدا بس كده بالماتش. فاهم؟ انت نازل بتشكيله، تشكيله كويسه جدا، بس التشكيله كان يعني انا اول ما شفتها عامه ما كنتش شايفها اللي هو ايه، لا الممتازه وكل حاجه، لان انا ببقى في الماتشات الوديه دي ببقى عايز حاجه، اللي هو انا ببقى عايز اطلع من الماتش طريقه لعب كويسه. انت مثلا بتجرب طريقه لعب فبتطلع معاك كويسه او وحشه، المهم بتجرب طريقه لعب وبتكتشف لعيبه جديده. بتكتشف لعيبه جديده علشان لو عندك لعيبه اتصابت او اي حاجه زي مثلا ما حصل في بطوله افريقيا، يبقى عندك البديل. تكتشف لعيبه جديده ان هم انك يزيدوا معاك في القائمه، سواء في الدفاع الهجوم او نص الملعب. فده اللي كان بيبقى هاممني عامه في الماتشات الوديه. فانت النهارده طالع بنتائج كتيره قوي كويسه، كتيره قوي. انت طالع بنتائج كويسه بان انت بتلعب كذا كوره، يعني الثلاث تجوان عامه، اول الثلاث تجوان مش الجون الرابع، يعني سيبك من الجون الرابع، الثلاث تجوان عامه انت طالع منهم بشكل مختلف، طالع منهم بكوره كويسه، طالع منهم باللعيبه بتتحرك في الكوره، طالع منهم بايه، بزياده، طالع بيهم بزياده هجوميه، مش زياده عاديه، زياده هجوميه. بان انت بتشوف ان زيزو مش بيستنى مثلا نص ساعه عقبال محمد هاني يجي زي ما كنا في الاهلي، لا ده محمد هاني بتلاقيه مره واحده جه عند منطقه الجزاء وبيرفع اوفر كويس جدا. بتلاقي ان تريزيجيه من كتر الزياده الهجوميه للاهلي، ما للاهلي طبعا، ماشي، الزياده الهجوميه لمنتخب مصر في منطقه الجزاء، بتلاقي ان تريزيجيه داخل اصلا بيشوط الكوره بدماغه وهو لوحده تماما. الجون الاولاني انت بتلاقي الكوره من كتر ما هو لعيبه منتخب مصر زايده، سواء مرموش، سواء امام، سواء زيزو، سواء تريزيجيه، سواء اسلام عيسى، من كتر ما هم زايدين هتلاقي ان كل لاعب بيباصي زي ما هو عايز. زيزو بعد ما لم وبعد ما عدى الكوره وهي مع دفاع السعوديه لسه بيبداوا الكوره وبيقطعوا الكوره، تلاقي زيزو قام داخل وعامل الزياده الهجوميه على طول، وقام لم وقام باصي على طول، بقى الشوط بقى والكلام ده، فاهم؟ باص على طول اسلام عيسى، اسلام عيسى ولم والتسديد على طول، حتى اسلام عيسى ما كانش واقف معاه حد. هتلاقي كوبي برضو بالجون الثاني بتاع تريزيجيه، هتلاقي تريزيجيه ما كانش واقف معاه حد، ليه؟ من كتر الزياده الهجوميه لمنتخب مصر في منطقه الجزاء بتاعت السعوديه، خلت ان بقى في لعيبه او اتنين موجودين فاضيين. بس مش عايزك تنسى ان في الجون الثاني حصلت برضو نفس اللي هيحصل في الجون الثالث. الجون الثاني حصل ان بيبقى فيه ثرو كويس جدا من نص الملعب لامام عاشور في المساحه اللي ورا الباك الشمال اللي واقف على زيزو، والمساحه دي بيستغلها زيزو كويس جدا، ان زيزو بيجري قدام شويه يخلي يستغل ان الباك الشمال بيروح مع زيزو، بعد كده مره واحده يروح في المساحه الفاضيه اللي هيتعمل فيها ثرو من امام عاشور، ويروح يا اما يعمل بيها اسيست يا اما يعمل بيها شوط او اي حاجه. يعني بعيد عن الجونين دول، في كذا كوره زيزو عملها شاطها، في كوره زيزو ده مرموش ومرموش ضيعها. فالمساحه دي قدرت منتخب مصر وقدر زيزو ان هو يستغلها. كده عندك ان المنتخب السعودي كان نازل وعارف ان نقطه ضعف منتخب مصر هو في الباك اليمين بتاع منتخب مصر هو محمد هاني، فعشان كده هتلاقي ان كل الهجمات حصلت من ناحيه محمد هاني. بس اللي كان بيحصل ان الدفاع مع محمد هاني بتلاقي ان زيزو بيرجع، بتلاقي ان مروان عطيه بيكمل مع محمد هاني، بتلاقي ان ياسر ابراهيم بيبقى مقفل برده مع محمد هاني، تلاقي محمد هاني النهارده كان كويس برده، بيطلع في الهجوم وبيرجع في الدفاع، وكان ايه، مقفل خطوطه على قد ما يقدر. فالسعوديه كانت حرفيا كانها يعني اللعب كله كان متشل تماما، ان السعوديه مش عارفه تهاجم ولا من عمق ولا من ناحيه الشمال ولا من ناحيه اليمين، ولا عارفه حتى تسدد من بره ال 18 من كتر ما اللعيبه ضغط على لعيبه السعوديه من قدام. بعد كده بيجي لك الشوط الثاني، الشوط الثاني على طول بعد ما الشوط الاول ما بيخلص، الشوط الثاني بتلاقي ان
مرموش يسدد كوره من بعيد حلوه قوي. تسديدات مرموش من بعيد دي بتلاقي على فكره، عارف انت ايه، مش هتخذلك الا لو في ماتش مهم، يعني فاهم يعني عارف بتلاقي التسديده رايحه، الحارس حط ايده هتخش الجون برضه، فاهم؟ حتى هو في مانشستر سيتي نفس الكلام، يعني هتلاقي التسديده من بعيد طخ، يعني اديله واحده بره ال 18 هو يسجلها. والجون ده هو فيه برضه فكره ان منتخب مصر قدرت ان هي تستغل المساحه اللي ما بين خط الدفاع وخط نص الملعب بتاع السعوديه. كان المساحه اللي ما بينهم اللي هي عند خط الدايره بتاع خط ال 18، الحته دي كانت فاضيه. الحته دي محمود صابر لما نزل حاول يشوط منها مرتين، مرموش قبل ما يطلع شاط منها كوره وجت منها الجون. فكذا كوره عند دفاع السعوديه، دفاع السعوديه حرفيا النهارده كان وحش جدا، بالذات العمق اللي احنا بنتكلم عنه، بالذات ان كمان لعيبه منتخب مصر بتعدي زي ما هي عايزه. هيثم حسن لما نزل اللي هو اول ظهور ليه، هيثم حسن هو شكله كويس جدا. المهم ان هو عنده اساسيات الكوره، ده اول حاجه بس كده. عارف يرقص، عارف يعدي، عارف يعمل مهارات، عارف ان هو يخش ما بيخافش، ممكن يقطع لجوه يخش ويكمل. عنده الباص ده كويس جدا، بيوصل للعيب اللي هو عايزه. فهيثم حسن في اول ماتش لعب شوط كامل، هو الشوط الثاني. اول ماتش الشكل كويس، الشكل كويس، ولا واو ولا وحش، الشكل كويس. انا من رايي بصراحه ان الشكل كويس، يعني ما طلعليش الحاجه الفذه ولا عمل مصيبه في الملعب، عنده اساسيات الكوره، بيلعب كويس وكل حاجه. وكمان انت مش مستني من لعيب اول استدعاء ليه للمنتخب بعد ما حصل على التجنيس المصري والكلام ده كله، انه في اول شوط يلعبه ان هو برده يعني هيعمل لك اسيستين وجونين، يعني ما ده طبيعي يعني. بس فبعد كده منتخب مصر بتمشي اللعب عادي جدا، بيحصل التغييرات كلها. ده بقى اللي انا كنت بقول عليه، واللي هو انا كان نفسي بتمناه وحصل، ان هو نزل لك بقى لعيبه جديده. نزل لك طارق، كان اسمه طارق علاء او طارق طارق علاء، الباك اليمين. نزل لك اللعيبه بقى، نزل لك محمد عبد المنعم عشان تشوفهم بعد الاصابه، مصطفى محمد، محمود صابر، ابراهيم عادل، هيثم حسن، مهند لاشين، ومحمد الشناوي وحسام عبد المجيد. فنزل لك لعيبه كتيره جدا ان هو خلاص بقى نكتشفهم، فاهم؟ بس هو الماتش بيخلص على كده، منتخب مصر بيكسب 4-0. منتخب مصر بيعمل اداء كويس جدا، حسام حسن 10 على 10، اللعيبه 10 على 10. انت عامل اداء مش طبيعي، ما كانش عندك نقط ضعف في اي حاجه. انت نقط الضعف اللي عندك كانتش موجوده في اي حاجه غير انك انت ايه، قدام ضيعت بدل، يعني كان الماتش وكان ممكن يخلص اكتر من اربعه، لكن انت عامل فول مارك في كل حاجه. فالماتش انت بتخلصه على كده. قبل ماتش هيبقى في اسبانيا في برشلونه، هيبقى مع منتخب اسبانيا يوم 31 4، هيبقى يوم الثلاث، هيبقى يوم الثلاث الساعه 9. فاهم؟ انا بص، انا عايز اكسب برضه، فاهم؟ ماتش ودي بقى مش ماتش، انا عايز اكسب، فاهم؟ انا كسبت السعوديه دلوقتي 4-0 الحمد لله، عايز اكسب برضه، فاهم؟ ده كده على منتخب مصر الحمد لله، ده كويس كل حاجه. بس لما تيجي تتكلم على اللعيبه، ان اللعيبه عامه طبعا ان هي لازم تلعب كويس جدا عشان منتخب مصر واحنا نفرح عشان كده وكل الكلام ده. بس لو تيجي تتجنب، يعني تيجي تمسك اللعيبه، سيبك من المنتخب، تيجي تمسك اللعيبه والنادي، هتلاقي ان اللعيبه دي هي اللي كانت لسه من اسبوع او اقل من اسبوع كمان كانت مع الاهلي قدام الترجي وكانت بتلعب وحش جدا. هي نفس اللعيبه دي ما كانتش عارفه ولا تجري ولا تضغط ولا تعمل اي حاجه. ليه؟ الشو. ايه هو الشو؟ الشو في شو كده، تمام؟ وعلى فكره اللعيبه دي يعني بحس ان اللعيبه دي في مصر عامه، فاهم؟ يعني مش مثلا لعيبه الاهلي بس، لا والله، يعني يعني خد كده على اللعيبه عامه، فاهم؟ امسك، يعني بص، امسك اي نادي، شوف اي نادي، بيراميدز، الزمالك، اي نادي هيلاعب اي نادي تاني في شو او في جو، هتلاقيه بيطلع احسن ما عنده. هتلاقيه ان هو ايه، لا انا هبص، انا هبقى مبدع، انا هبقى جامد، انا هعمل كل حاجه. ما تفهمش بقى دماغه بقى ان هو عايز يطلع من الموضوع ده بان هو ايه، بيلعب قدام السعوديه فالدوري السعودي، فانا عايز يجي لي عقد من السعوديه اتنك بيه على النادي وانا راجع، ان انا اكون بقى ايه، بص انا سوقت نفسي ازاي، ده ماتش ان انا اسوق نفسي بيه. ما تفهمش ان هو مثلا عايز يثبت نفسه في التشكيله بتاعت منتخب مصر قبل كاس العالم. ما تفهمش هو ايه. او ما تفهمش برضو ان هو انا عايز العب مع المنتخب كده، لكن مع النادي انا مش فارق. انا مع النادي أنا باخد فلوس، انا مع النادي انا خدت كده كده بطولات، انا مش فارق معايا. مع النادي سواء انا خسرت او كسبت انا قشطه، لكن مع المنتخب بتفرق، مع المنتخب بتختلف. فده اللي بشوفه عامه في اللعيبه، ان اللعيبه دي عامه، تمام؟ الناس كلها مسكت في تورو، لا هو مش مشكله تورو بس، تورو كده كده ضايع، وحش وحش، لا ده بجد مش هزار، ده وحش. وحسام حسن كان مبدع وطلع من اللعيبه اللي هو عايزه. بس لما تيجي تمسك على اللعيبه، لا اللعيبه فيها كتير قوي، تمام، نواقص. اللعيبه فيها كتير قوي نواقص من جوه، ان هي ما بتلعبش بجديه. لان شفت لما لعبت بجديه حصل ايه، زيزو بيجري، امام عاشور بيعمل سرود، تريزيجيه بيزيد لجوه، محمد هاني بيقفل، محمد هاني بيعمل عرضيه، مروان عطيه بيعمل كامباك عادي، وياسر ابراهيم في منطقه الجزاء بتاعت منتخب مصر الكوره قبل ما تيجي المهاجم السعوديه بيعمل باك وورد وبيطلع في الدفاع. فانت بتشوف ان اللعيبه حرفيا بتعمل اللي هي عايزاه، فاهم؟ وبتطلع بس اللي هو ايه ده المنتج المصري جامد جدا، ده احنا جامدين قوي، ده احنا جحده، احنا كل الكلام ده. بس لا، لما تيجي تبص كده المنظور تاني،
لا، هو المشكله مش في كده بس، المشكله ان انت عندك لعيبه هي ما بتلعبش بضمير مع النادي. انا بتكلم مع اي نادي تمام، بس اللي هو علشان الفتره الحاليه دي فانا بتكلم على النادي الاهلي، عشان ده يعني اكتر وقت الاهلي هو واقع فيه. فانت مش بتلعب بضمير مع النادي ليه؟ عشان الحاجات اللي احنا قلناها دي. بس السلام عليكم.